Audio Jungle. Audio Jungle. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ايه ده يا ام زيزو، انت عملتي احتفالية يومها ولا ايه؟ طبعا عملتي محشي وعملتي رقاق وعملتي لسان عصفور وبط وفراخ. لا ايه ده، ايه الكلام ده؟ تعالوا بقى ما نشوف الكلام على ايه. بص بقى كده، اول حاجه نقولها ايه؟ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. تعالوا بقى كده نشوف عملنا ايه. هنا بقى معانا كده ايه، ده كربط كده محترم، معانا ديك شامورتي كده، فرخه شامورتيه حلوه جميله بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا منضفاها، مطلعه كل الزيادات اللي فيها ومنضفاها ومجهزاها. هنا بقى جبت ايه الميه، حطينا ايه دقيق، حطينا ملح خشن، لو ملح ناعم عادي مفيش مشكله خالص. طبعا بنحط الخل، بنحط الليمون. لو انت بقى لو في ريحه زفاره في الطيور، بتضربي كل ده في الخلاط وبتحطيه في الميه. بيعمل نتيجه جميله جدا، نتيجه جباره. بيخلي ريحه الحاجه جميله ومن جوه حاجه بيضه كده وحلوه، مفيش دم فيها متعقد ولا اي حاجه. طبعا الحاجات دي غسلاها ومنضفاها تنظيفه تمام. هنا بقى ايه، هننقعها كده وايه ونسيبها منقوعه شويه، ونغسل بقى الحاجات بتاعتها كده وايه ونسيبها منقوعه. طبعا اهم حاجه يعني، انتوا طبعا كلكم ستات بيوت وبنوتات شاطرين هيفتحوا بيوته زي العسل، كلكم تسلم ايديكم. بصوا كلها، كل واحد كده تسلم ايده. بس انا عارفه ان انتوا بتعملوا حاجات احسن من كده بكتير، وكل واحد على قد ما اتعلم. وده يا جماعه اللي انا بعمله والله في بيتي، واللي انا بعمله في بيتي انا بوريه لكم، بقول لكم انا بعمل ايه. فيعني انا مش بفتكس، يعني مش بجيب افتكاسات كده، لا انا بعمل الحاجه اللي انا بعملها في بيتي، انا بعملها قدامكم. وطبعا انا عارفه ان كلكم شطار وعسلات وبتعملوا احسن مني كمان، ربنا يعين كل واحد. تعالوا بقى ما نشوف عملنا ايه. نسيب بقى كده ايه ده كده شويه. ندخل بقى على الحشو بتاع البط والفراخ. طبعا هنسيبها منقوعه، قلت استغل الوقت اللي هي منقوعه فيه ان انا ايه اجهز الحشو. هتجهز الحشو ازاي يا ام زيزو؟ هقطع كده بصلتين مكعبات، وهقطع جزرايه مكعبات، ولو انت حابه تقطعيها شرايح صوابع جوليان اي حاجه، البصل متاح ليكي اي حاجه. والسمنه برضو طبعا زي كالعاده انا بحط سمنه عاديه. انتوا بقى لو حابين تحطوا زبده، تحطوا سمنه بلدي، اللي انتوا عايزينه كله متاح لكم. هنا هنزل بالبصل هيتشوح، طبعا مش بيتحمر، انا مجرد بس ايه ما بلفه كده في السمنه واشوحه. الجزر طبعا برضو مكعبات، والرز غسله ايه طبق رز وغسلاه ومجهزاه. هنا بقى ايه، تقعدي بقى تقلبي كده علشان ما تتحرقش منك. ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، مرقايه هتحطي ده. ولو انت عايزه تحطي شويه سكر حطي، عايزه تحطي معلقه صلصه حطي، طماطميه مبشوره حطي، اللي انت عايزاه. طبعا انا هنا نزلت بالجزرايه. طبعا كلكم عارفين انا ايه يعني بحاول ان انا اخلي الاكل كده ما فيهوش طماطم وحاجات كتير، علشان ايه ابني لسه عامل عمليه وكده، ربنا يا رب يكمل شفاء على خير. وشكرا لكل الناس طبعا اللي بعتولي وسالوا على ياسر ابني، ربنا يا رب يكمل شفاء على خير. وشكرا لكم كلكم والله العظيم، انا ما انساش طبعا يعني اي كلمه من اي حد ومن اي سؤال من اي حد عندي على الصفحه او على القناه، ربنا يخليهم ويكبر بخاطرهم كلهم. نكمل بقى الرز. احنا كده ايه نزلنا بالجزر. حطيت بقى الايه الرز وحطيت عليه كوبايه ميه. بصوا الميه ما بتغطيش الرز، حاجه صغيره بس كده عشان ايه تظبط معانا، بس ايه الرز ما يشتش وياخد ايه تسويه صغيره خالص. هنا طبعا ايه كانوا اتنقعوا معايا، وكان الرز كمان استوى وسبته برد. يعني بصوا انا هو كمان كان استوى معايا، مش سوا كامل لا، يعني ايه مجرد ما شرب ايه المج الصغير اللي هو فنجان القهوه. ده مجرد بس ما شرب معايا ايه الميه وايه وسبته كده برد معايا شويه. كانت كده تمت معايا ساعه منقوعه، البطه والفرخه كانوا ايه تمت معايا ساعه. طبعا ايه انا في الوقت ده انا كنت جهزت حاجات المحشي، كنت مجهزاها. طبعا عملت معاكم قبل كده التسبيكه، عملت معاكم طريقه سليق الكرنب، عملت معاكم كل حاجه لحاجات المحشي. فانا النهارده ما يعني خلاص قلت بقى ايه مش مشكله، انا عملت لهم الطريقه قبل كده، فخلاص ان انا ايه هحشيها بقى وخلاص، احشي الكرنبه وخلاص على كده. في الوقت ده انا كنت حشيت الكرنبه وجهزتها معايا وحطيتها في التلاجة. جيت بقى هنا ايه هنا بقى بتحشي بقى. حشيت كده الفرخه، طبعا انا مورقه الجلد من اللحم، حشيتها كلها. والفتحه اللي انتوا شايفينها في البطايه، بصوا انا كان طبعا في ابره مخصصه لتخييط الطيور، انا خيطت بيها بالخيط كده البطايه، وبسم الله ما شاء الله مش مطلعه رز ولا اي حاجه خالص. عايزه بقى اللحم بتاعك يبقى حلو بتاع البطايه ويستوي من جوه، بتمسكي السكينه من جوه، ودي الحته اللي انا ما صورتهاش معاكم يعني.
بتمسكي السكينه من جوه بتغزغزيها بقى كده ايه شرايح صغيره كده ايه من جوه، تنقوريها كده زي ما بيقولوا. ليه؟ علشان خاطر يعني بصوا تشرب بقى من طعم الرز ومن الشوربه ومن كل حاجه، تبقى الانسجه بتاعتها جميله كده من جوه، ما تبقاش ايه مالحه من بره وعدبه من جوه. طبعا هنا بقى طريقه البط كل واحد يختلف في تسويته. انا هوريكم طريقه التسويه بتاعتي. طريقه التسويه بتاعتي ازاي بقى؟ بجيب حله وبحط فيها سمنه، عايزين تحطوا سمنه بلدي زبده اللي انتوا عايزينه حطوه، انا بحط سمنه عاديه. بحط سمنه وبروح نازله بقى عليها بالبطايه. بس يبقى طبعا الفرخايه ما ينفعش، الفرخايه علشان شمورت كان ممكن تقطع مني، والحله ايه كانت صغيره على قد البطايه. طبعا بتصفي كده الدهون اللي فيها كلها، بتتحمر تحميره جميله جدا. بصي بسيبها كده، غطيت عليها واتحمرت بسم الله ما شاء الله عليها جميله، وكانت ريحتها جباره بقى، ريحه الرز مع البط كده على السمنه حاجه خيال يا جماعه، حاجه في منتهى الجمال. حطيت بقى هنا ايه لوري وحبهان، قطعت البصل حطيته عليها. طبعا كل واحد وطريقته، يعني كل واحد والطريقه بتاعته. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت شطار بتعملوا حاجات احسن مني كمان، بس ايه فيد واستفيد، يعني انتوا فيدوني وانا هفيدكم مفيش مشكله. هنا بقى ايه نزلت كده بكل الحاجات والمرقايه كده، واحط بقى ايه فلفل اسود وملح، واحط بهارات فراخ. طبعا ايه ما تنسيش طبعا معلقه السكر، لازم تحطي معلقه سكر بتدي طعم جميل جدا. انا هنا نزلت الكتل غليته مره حطيت كده ماشي، فطبعا مش مغطيه، نزلت كده اول ما غلت حطيت ايه الفرخه. تمام. انا في الوقت ده انا كنت بغلي ايه ميه، هفضيها برضو، يعني تحطي ميه انت يا شطارتك، عايزه الشوربه بتاعتك تطلع جميله ودسمه وما تبقاش بصوا صيصه كده، حطي ميه سخنه. هنا بقى ايه سبتها بقى كده وسبتها على النار كده مع نفسها، وطبعا كنت مخلصه بقى المحشي ومخلصه كل حاجه. هنا بقى ايه جبت كيلو دقيق، ابني راح جاب لي كيلو دقيق، جابهولي في كيسه سمر، يلا مش مشكله. بصوا بقى انا هاخد هنا كيلو الا ربع وهسيب ربع كيلو. طب هسيب ربع كيلو ليه يا ام زيزو؟ هسيب ربع كيلو عشان اقطع بيه، عشان انا ما كانش عندي دقيق. فبصوا بقى هنا كده ايه نخلت كده الايه الكيلو الا ربع، فتحت كده ايه نقره كده في النص، واحط شويه بقى ملح، عايزه تحطي شويه سكر حطي، عايزه تحطي معلقه لبن بودر حطي اللي انت عايزاه. هنا بقى نحط كده ايه شويه ميه، ميه عاديه على فكره، انا ما عجنتهاش ولا بميه سخنه ولا باي حاجه من الكلام ده كله، لا عجينه عاديه، ما عملتش يعني حاجه للدرجه. بس كده. وهنا ايه هحط كده في الصينيه كده ايه شويه دقيق، وهقطعها بقى كلها. هنا كان في تقطيعه كبيره تقطيعه صغيره، يلا مش مشكله. عامه انا هعمل الرقاق ده هعمله على البوتاجاز. طب انت تعمليه على البوتاجاز ليه يا ام زيزو؟ هقول لكم اعمله على البوتاجاز ليه، لان انا كان عندي فرن وباظت وبعتها طبعا ايه بتاع الروبابيكيا، فلما بعتها ما جبتش لسه ايه غيرها، لسه بقى هجيب غيرها. فان شاء الله بقى لما اجيب غيرها هتشوفوا بقى الرقاق والعيش بقى وكل المخبوزات ان شاء الله. فانا طبعا ايه يوم موسم زي كده، فاحنا حاجه اساسيه عندنا يوم موسم ماشي لازم نعمل ايه رقاق جنب الاكل. طب ولادي قالوا لي عايزين رقاق يا ماما، طب انا هقول لهم لا، وكمان ايه ده يعني ابني اللي عامل العمليه عايز انا رقاق يا ماما، عايز رقاق وزيزو ولؤي، لا خلاص كده الموضوع بقى خلاص منهي. قلت انا هتصرف وانا داني قاعده كده ولا ايه؟ لا طبعا ايه جبت الصينيه وحطيتها على البوتاجاز، هوريها لكم دلوقتي. وبصوا العجينه بدل تخدميها كويس وتعجيني فيها كويس وتديها عجنه تمام، بصوا تلاقيها ماشيه معاكم كده زي الملبن كده، حاجه ايه بصوا خيال بتجري معاكم. طبعا الرخامه دي نضيفه، انا غسلها بالسلكه ومنشفاها وجميله. بصوا هنا كده مولعه العين اللي في النص وقلب الصينيه زي ما انتم شايفين. طبعا ايه المحشي هنا بصوا بسم الله ما شاء الله عليه حكايه الله اكبر، وكان طعمه خيال خيال يا جماعه والله العظيم، الحمد لله بجد كانت اكله جميله. يلا بالف هنا وشفا لولادي يا رب، ربنا يحميهم لي ويخليهم لي ويحفظهم يا رب. المهم بصوا بقى، وهي ابو زيزو وهو بيمنتج لي الفيديو بيقول لي ما مسحتيش البوتاجاز بعد ما المحشي. طب المحشي اصلا انا كنت مولعه عليه، طب همسحه ازاي؟ قلت له طب ما الناس كلها بيوتها البوتاجازات بتبوظ، هي جت عليا انا يا عمي بعد ما اخلص. وفعلا بعد ما خلصنا مسحناه على طول، ايه المشكله يعني؟ ما علينا. بصوا بقى تسويه الرقاق اهي جميله وسهله. بصي مجرد بس ما انت كده يعني تحطيها تلففيها كده بايدك، وبتبقى النقطه الحمراء بتبقي طبعا مجهزه فوطه جنبك تطلعي تحطي فيها، وبسم الله ما شاء الله. طبعا انت بتبقي حطاها على الصينيه، مجرد ما تحطيها تنشبي التانية على طول، ما بتاخدش معاكي وقت. بصوا النقطه الحمراء دايره فيها ازاي جميله، وبصوا طريه، يعني انا لو عايزه انشفه كنت نشفتها، بس انا عايزاها طريه حاجه تتاكل بيها النساير بتاعه البط والكلام ده. وده كان بقى ايه اليوم بتاعنا، يوم جميل جدا وكانت اكله جميله بسم الله ما
شاء الله. اهم حاجه عندنا الروايه يا جماعه، وبسطوا المحشي الله اكبر. ما تنسوش بقى يا جماعه، اللي ما عملش اشتراك يعمل للقناه، وما عملش متابعه يعمل للصفحه. وعايزه كومنت جميل واحلى لايك، وقولوا لي ايه رايكم كده في اليوم بتاعي النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يكبر بكل واحد خاطره كده، ويشفي كل مريض اللهم امين. واستنوني الفيديو الجاي، مع السلامه.